اكتشفت ان بني ادم مش كويس بعد الموقف ده، واستغربت ازاي الكلاب وصلت للوضع ده. ايه اللي حصل لك كده؟ انا حقيقي اذيتهم اكتر ما فدتهم. انا مش مصدق انا بجد، الكلاب دي انا كنت باكلها كل يوم. الكلبة بقت يعني هيكل عظمي يا جماعة. يا ريت تيجي معايا عند البيت هناك. انا دلوقتي بحاول اخدهم عند البيت عندي هناك. مش قادر اسامح نفسي ان اهتميت بيهم وعودتهم اني باكلهم كل يوم وفجأة اختفيت. فاضل واحد تالت بقى، معرفش مات ده ولا حد سممه ولا ايه، ولا مات من الجوع. يعني حرام يا جماعة، ايه ده؟ انا تعبت بقالي حوالي 45 دقيقة بحاول اجيبهم بس. يا ليلة بيضة. شجعوا تعالوا يلا. هنزل احاول الحق الكلاب. يا مسهل، يا ترى هلاقيهم ولا هيكونوا مشوا. بس هنا جبت اكل. هتاكل؟ يلا عشان تاكل. كل. فين السمرة؟ انا مش عايز اسيبها والله. والله ما عايز اسيبها. طبعا للاسف غصب عني ان انا ما كنتش بحط لهم اكل الفتره اللي فاتت، لاني نقلت من الشقه القديمه اللي كانت جنبهم. ادعوا لي بقى اقدر اروح لهم كل يوم او يوم ويوم عشان اسيب لهم اكل هناك. دعواتكم.